السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهارده معانا وصفة حلوة جدا، اول مرة اعملها في قناتي او حتى القناة القديمة ما عملتهاش. بس انا هعملها النهارده ليه؟ علشان معايا صابونة مناسبة جدا للوصفة دي. عملنا الصابونة دي مع بعض وهسيب لكم الرابط بتاع الوصفة تحت في صندوق الوصف. الناس اللي متابعة وصفاتنا عارفين الصابونة دي عملناها من ايه وايه هو المكون اللي اشتغلنا بيه، هتشوفيه معايا دلوقتي. اوكسي باودر او اوكسي تاتش من شركة ايكو واي. الفكرة دي كانت فكرة اختكم ام جنى من محافظة شمال سيناء، قدمت لنا الفكرة دي وعملنا بيها صابونة جبارة. والاضافة دي النهاردة هتخلي الصابون بتاعنا يعمل لنا لهلوبة جبارة في النظافة، وهتشوفوا ده وهنجربها في اخر الفيديو. هي ما كانتش طالبة منكم غير تدعوا ليها ولولادها ولزوجها براحة البال وصلاح الحال. هفكركم علشان انا نسيت اقول لكم في الفيديو اللي نزلت فيه الفكرة دي. هاخد مكيال زي اللي انت شفتيه في كوباية وهحط عليه كمية من المية السخنة، تكون سخنة بتغلي. هتشوف التفاعل، والتفاعل ده هيخلي وصفة النهاردة جبارة، لان الصابونة اللي عملناها بالمكون ده فعلا جبارة في النظافة، ومفيش اي اثر نهائي لريحة الزيت، بتلمع كل حاجة تغسليها بيها، رغوتها ممتازة. وطبعا في ناس هتكتب لي في التعليقات وتقول لي ان المنتج ده غالي وانه مش متاح ومش سهل يجيبوه، وانا معاكم فعلا. وقلت لأم جنى على الملحوظة دي في وقتها، وهي اقترحت ساعتها فكرة التقسيم، ان مجموعة تجيب العبوة مع بعض ويقسموها اكياس صغيرة. وده هيكون برضو مش بسيط ومش سهل ان يتحقق، يعني لان مش كل الناس جنب بعضها، مش في اماكن واحدة يعني. فاللي عنده المنتج ده هيعمل معانا الوصفة بتاعت النهاردة، واللي مش موجود عنده هقولك على بدايل متاحة وسعرها رخيص، وهتديكي بإذن الله نفس النتيجة ان شاء الله. باذن الله ما فيش حاجه هتوقفك، زي ما قلت لك ما تخليش دايما اي حاجه توقفك، واعملي الوصفه اللي انت عايزاها. انا ضفت ايه على الصابون قبل ما انزل بالميه السخنه؟ ضفت 3 معالق من التكسابون جل. طبعا احنا اتكلمنا كتير عن المنتج دهوت او عن المكون دهوت في وصفات كتير في القناه القديمه، واتكلمنا برضو عليه في فيديو الشاور في القناه الجديده. لو عندك هتشتغلي بيه، ما عندكيش برضو هقولك على البدايل واحنا شغالين مع بعض، وبدايل متاحه وسعرها في متناول ايدك ان شاء الله. ملحوظة تانية هقولك عليها، الأوكسي تاتش لما بتحطي عليه المية السخنة وتقلبيه بيفور زي ما انت شايفة كده. بس الحبيبات مش كلها بتدوب في بداية الفوران ده، لا. لما تشتغلي هتاخدي الجزء اللي فوق اللي بيفور ده تضيفيه على الصابون، اما اللي تحت لسه حبيبات زي ما هو هتنزلي عليه بمية سخنة تاني مع التقليب، لحد ما تقلبي اخر مرة تلاقي الفوران وقف، يبقى كده كل الحبيبات دابت. تاخدي كل اللي في الكوباية بقى واللي في الطبق اللي الفار فيه ده وتضيفيه على الصابون وتقلبيه كله مع بعضه. طيب احنا اشتغلنا كده بكم مكون؟ بصابون وبأوكسي تاتش وبتكسابون جل. لحد هنا انت معاكي لهلوبة تحفة تحفة، هتنضف لك كل حاجة. عايزة تكملي معانا الوصفة بالبدايل وبالحاجات المتاحة؟ خليكي معايا لآخر الفيديو. كل اللي مطلوب منك تقلبي كويس قوي علشان تضمني تجانس كل المكونات دي مع بعضيها. وزي ما انت شايفة كده بضيف مية سخنة على الصابون، وبضيف برضو جزء على الحبيبات بتاعة الأوكسي تاتش، وبقلب هنا وبقلب هنا. أول بديل هنتكلم عنه النهاردة عن التكسابون، بديل بسيط ومتوفر وهيديكي رغوة ونعومة وترطيب. كوباية من السكر مع معلقتين من المسحوق البودر العادي بتاع الغسالات العادية، وممكن كمان نص كوباية من الشاور جل، بس مش هتضيفيها في المرحلة دي، هتضيفيها معانا في آخر الوصفة. في بديل كمان كوباية كاملة من الصابون السائل بتاع الأطباق، بس شركات، مش اللي سايب اللي هو بالكيلو. كده قدمت لك كام بديل. نتكلم كمان عن بديل الأوكسي تاتش. بديل الأوكسي تاتش هكلمك عنه دلوقتي في مرحلة هشتغل فيها ببديل برضو وهقول لك عليه. كده أنا خلاص اتأكدت إن كل اللي في الكوباية داب. هاخد بقى البقايا اللي في الكوبايه واللي في الطبق زي ما قلت لك، وهقلب كل ده مع بعضه لحد ما اتاكد انهم تجانسوا كلهم مع بعض. الخطوه اللي بعد كده هضيف حاجه هتخلي الوصفه ريحتها حلوه جدا وكمان تزود الرغوه، بس انا هنا سبتها هدت وهوريكي بقى لما بتهدى بيبقى شكلها عامل ازاي. فوم كده على الوش عباره عن رغاوي التكسبون اللي احنا ضفناه، وكمان الاوكسي تاتش ده بيعمل رغوه برضو، ومن تحت شفافه. ده البديل. هنا انا هضيف كيسين من البيركس جل،
اتنين، واحد باللافندر وواحد بالصنوبر، هيخلوا اللهلوبة بتاعتك ريحتها تحفة ويعلوا الرغوة ويعلوا النظافة وتعقيم وحاجة تحفة جدا. انت بقى هتعوزي كيسين بالظبط من البيركس برضو بس بودر، هتضيفيهم في الاول خالص بدل الاوكسي تاتش. عايزه اقولك ان الماده الفعاله اللي في الاوكسي تاتش والكلوروكس الالوان والبيركس هي الاكسجين. عندك اكسجين بودر هتعملي بالوصفه بديل، انا اديتك كام بديل بس اللي متاح ورخيص في متناول الجميع. اكياس البيركس الصغيره ب5 جنيه الكيس، موجوده عند بتاع المنظفات، متوفر عند الكل. تمام كده. كده انا قلتلك على كل البدائل اللي هتعملي بها وصفه النهارده، والمتاح عندك اشتغلي بيه. سهلنا عليكي، اشتغلنا بالمكون اللي احنا اشتريناه وموجود عندنا عشان نستفيد منه، هيدينا نتيجة حلوة قوي، والشكل قدامك ما شاء الله ممتاز. انا هديها تقليبة كويسة، بعد كده هجيب عبوة ناشفة ونضيفة وبغطا واضيف فيها اللهلوبة بتاعتي. معايا كيلو من اللهلوبة، هتكون فعالة جدا في النظافة. هنجرب دلوقتي رغوتها ونجرب كمان النظافة. هتاخدي منها حاجة بسيطة جدا هتديكي رغوة عالية جدا ونظافة ما شاء الله. اهم حاجة عندي ان احنا مش هنرمي الزيت، وهنعمل بيه حاجة زي كده من الزيت المستعمل نحولها لصابون صلب ونحولها لهلوبة بنشتريها باسعار خيالية. هو ده اللي يهمني في الشغل بتاعي. دلوقتي هجرب لك الرغوة تكون ناشفة اهي، ما استعملتهاش قبل كده علشان تبين لك الرغوة بامانة يعني. وميه عاديه خالص اهيت. وتعالي بقى شوف الرغوه قد ايه. وعايزه بقى اقول لك تاني على معلومه مره واتنين وتلاته عشان الناس اللي بتحب المقطع ده بالتحديد. اي شغل تعمليه بالصابون البلدي وتضيفي له شاور او تكسبون جل او صابون اطباق او اكياس الاوكسي، ما تساليش عن الرغوه. كده اطمنا على الرغوه، نطمن كمان على النظافه. ولو ليكي اي تعليق على الوصفه اكتبي لي، ناخد وندي مع بعض ونستفيد من بعض. عندك حاجه هتقولها لي، عندي حاجه هقولها لي، ونكمل بعضينا. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، انا نزلت وصفه للمسحوق البودر وعملت بيه مسحوق تحفه في النظافه، وجربت معاكم برضو زي ما بجرب معاكي وصفه النهارده. الوصفه دي ما خدتش حقها في المشاهدات، واخوات كتير طالبين طريقه الصابونه دي. عايزه اشوف التعليقات النهارده على الفيديو ده، كام تعليق هيجي لي علشان اعمل معاكم الصابون ده. عايزه حاجه تحفزني كده ان انا اعمل الوصفه تاني، لان وصفه المسحوق الصراحه محبطه. فانا هستنى تعليقاتكم وبناء عليها هنزل الوصفه دي. اما اخواتي اللي عايزين الطريقه فانا هكتبها لهم في تعليق ومش هصورها. طيب شاركينا، انشري الوصفه عشان الكل يستفيد وما يبيعش الزيت تاني ولا حد يرميه خالص. استفيدي منه، استمتعي وانت بتصنعيه، كمان هيوفر لك في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. بحبكم جدا في الله. شكرا والسلام عليكم.